الرئيس الصيني غادي يجي في زياره مفاجئه للمغرب، ولكن المفاجاه الحقيقيه في هذه الزياره هي انها ماشي بحال اي زياره، حيت تقدر تكون هذه هي الخطوه الاولى للصين باش تعترف بمغربيه الصحراء في المستقبل، وغير باش تكون الثالث دوله دائمه العضويه في مجلس الامن غادي دير هذه الخطوه، فراها حاجه كبيره وبزاف. زائد الرؤيه الطموحه ديال الصين اللي باغا تبني جسر اللي غادي يربط بين الاقاليم الجنوبيه المغربيه وجزر الكناري. زائد الحاجه اللي لفتت الانتباه ديال الجميع في هذه الزياره هو التعامل ديال الامير مولاي الحسن مع الرئيس الثاني اقوى دوله في العالم واغنى دوله في العالم. في هذا الاستقبال ديال الامير مولاي الحسن للرئيس الصيني غادي يعلن وسائل الاعلام ماشي غير المغربيه بل العالميه على ولاده قائد مستقبلي جديد اللي غادي يكون عنده دور مهم في رسم ملامح السياسه الدوليه المغربيه، وغادي يحقق داكشي اللي ما حقوش الاب ديالو والجد ديالو. وهذا الشيء اللي كيدور حاليا عند كل اجهزه المخابرات المعاديه للمملكه المغربيه والصديقه للمملكه المغربيه. فشنو هما اهم الاشياء اللي كترعب اعداء المملكه في القائد الجديد، وعلاش الرئيس الصيني اختار انه يزور المغرب في هذا الوقت بالتحديد؟ هادشي كامل غادي نعرفوه في هذا الفيديو، فما عليك غير تتبع الفيديو حتى للتالي باش تعرف كل شيء. فمعكم خوكم العتيقي، ونبداو على بركه الله. بتعليمات من الملك محمد السادس غادي يستقبل مولاي الحسن نهار الخميس بالدار البيضاء الرئيس الجمهوريه الصينيه الشعبيه اللي دار زياره قصيره للمملكه، وهذا الحدث فهو تاريخي حيث غادي تكون عنده تداعيات كبيره للمملكه المغربيه وتقدر تقول حتى على المنطقه كامله. ملي نزل الرئيس الفرنسي من الطياره ديالو في مطار محمد الخامس غادي يلقى الرئيس الصيني مولاي الحسن في استقباله، ولكن اللي ما لاحظوش بزاف ديال الناس هو ان الرئيس الصيني فاش كان نازل من السلم ديال الطائره كان كيشد فيهم بيده اليسرى، وهذا الامر تقدر تقول انه عادي للرئيس الصيني اللي كان دائما كيستخدم يده اليسرى في جميع المناسبات. ولكن ملي غادي يستقبل الامير مولاي الحسن غادي يستخدم يده اليمنى باش يسلم على الامير، وهذه غادي تكون اشاره على الاحترام والتقدير والخضوع للقواعد والبروتوكولات الملكيه والعادات المغربيه. وهذه غتكون هي اول حاجه غادي نشوفوها، هو الاحترام المتبادل اللي كان بين القائدين. ومن بعد غادي يقدم المغرب باقه ديال الزهور باش يعبر على السعاده والاحترام لاستقبال الرئيس الصيني، وهذا الشيء بطبيعه الحال حيت المملكه المغربيه معروف عليها الضيافه. وثاني حاجه اللي لفتت الانتباه في هذا الاستقبال هي جعل ولي العهد المغربي ضمن قاده الصنف الاول في العالم، حيت الاستقبالات الدبلوماسيه لقادات الدول دائما ما كتكون بين الملك وملك اخر او لا رئيس دوله ورئيس دوله اخر. وهذا الشيء علاش بزاف ديال المغاربه كيتسائلوا علاش الملك محمد السادس ما استقبلش الرئيس الصيني بنفسه، وهذا الشيء غادي يفتح مجال كبير لوسائل الاعلام اللي كتعادي المملكه المغربيه اللي ربطوا بغياب الملك على انه مريض وغير قادر على استقبال الرئيس الصيني. وتيقولوا ايضا ان المغرب بغات تحرج الرئيس الصيني، خصوصا وان دونالد ترامب هو اكبر رئيس امريكي مقرب للمغرب، وان المغرب كيرسل رساله غير مباشره للصين اللي عندها من زمان بعيد حرب سياسيه واقتصاديه مع امريكا، وان المغرب مع امريكا وضد الصين. اما الجواب على كل هذه الشائعات فهو كيقتصر على النوعيه ديال الزياره، بحال هذه الزياره اللي دارها الرئيس الصيني فهي كانت غير رسميه، وهذا الشيء علاش فهي ما كتخدعش البروتوكولات. وفي الاصل معروف ان البروتوكول الملكي المغربي معروف عالميا، وغادي ياخذوا وقت كبر باش يديروا اعدادات لهذا الاستقبال، بحال الاستقبال اللي داروا المغرب للرئيس الفرنسي ماكرون واللي كانوا كيوجدوا فيه لمده ديال الاسابيع. ولكن الرئيس الصيني قرر انه يجي للمغرب في زياره قصيره من ناحيه المده، ومع ذلك في المغرب كان ذكي ودار استقبال رسمي للرئيس الصيني، فباش تحط رئيس ثاني اقوى دوله في العالم مع الامير مولاي الحسن في موكب واحد فهي بحد ذاتها انتصار للمملكه المغربيه واكتساب سمعه للامير مولاي الحسن في العالم المستقبلي مع كبار القادة. زايد ان الامير مولاي الحسن استغل هذه الزياره افضل استغلال وارسل رسائل مشفره لكل دول العالم، وهكا المغرب حافظ على العلاقه ديالو مع امريكا وكذلك اكتسب احترام الصين في اطار دبلوماسيه رابح رابح. ومن الرسائل اللي التقطتها اجهزه المخابرات العالميه هي الامتثال الوفد الصيني للتعليمات المغربيه، فاذا لاحظتوا فراه ما كاينش نهائيا الحريه الشخصيه على السجاده الحمراء، واحتمال المترجمه فهي التزمت بهذا البروتوكول وهذا احترام للمغرب. ولكن اللي كان مثير للاهتمام اكثر هو ان الرئيس الحكومه المغربيه عز اخنوش كان كيمشي من مور الامير مولاي الحسن، وهذا الشيء فراه كيدل ان السلطه السياسيه والقانونيه في البلد كتبع الاوامر ديال ولي العهد والملك محمد السادس. زايد ان الحرس اللي كانوا في استقبال الرئيس الصيني داروا تحيه بالمصافحه للرئيس الصيني فقط، على العكس ديال الامير مولاي الحسن اللي قائد الحرس الملكي انحنى باش يقبل اليد ديالو. وهذا الشيء كيدل كذلك على ان السلطه العسكريه في البلاد فهي لحد الان باقا تحت سيطره الملك والامير، وبهذا التصرف فهما كيثبتوا الخضوع ديالهم والولاء ديالهم للاسره العلويه المغربيه. وهذا الشيء كينفي نهائيا كاع على اشاعات على مخططات الانقلاب سواء العسكريه ولا السياسيه. وكذلك لاحظنا ان الرئيس الصيني كان كيتبع الاشارات والبروتوكولات اللي كان كيعطيها ليه الامير مولاي الحسن، بحال فاش كانوا واقفين لاداء التحيه ووقت السير من بعدها. وهذا
الشيء اللي كيديروه دائما اصحاب المكان. وغير باش تكونوا عارفين، فدائما من البروتوكولات الملكيه كتعطينا فكره على قوه الشخصيه الرئيس او الملك، والقدره ديالو على فرض النظام في المكان اللي تيكون فيه. والدور ديال البروتوكولات فهو عنده دور كبير في المكانه ديال الدوله، بحال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند اللي كان ارتبك مهزله بروتوكوليه في المانيا في السابق، فاش كان الرئيس ما كيعرفش لا فين يتمشى ولا حتى فين يوقف. وهذا الشيء علاش انه ما عندوش درايه على البروتوكولات، على العكس ديال الامير مولاي الحسن اللي كان تربى منذ صغره على البروتوكولات الملكيه. وخصك تعرف ان الامير مولاي الحسن تعلم ادق التفاصيل باش ما يطيحش في المواقف اللي كان طاح فيهم الرئيس الفرنسي السابق. وكنت درت فيديو كامل على التربيه والتعليم اللي كان تلقاه الامير مولاي الحسن، اللي كانت السبب الرئيسي في اكتسابه هذه الشخصيه القويه اللي كنشوفوه بها دابا. وراه غادي نخلي لكم الرابط في اول تعليق تقدروا تشوفوا الفيديو. ونكملوا الفيديو ديالنا وفي واحد اللقطه رائعه للرئيس الصيني والامير مولاي الحسن اللي كان تقدم فيها الحليب والتمر للرئيس الصيني على حسب التقاليد المغربيه الاصيله. وهنا فين غادي يتبان لنا الفطنه والذكاء ديال ولي العهد المغربي، حيت من بعد ما قدموا التمر والحليب للرئيس الصيني لاحظنا بان الرئيس الصيني تردد قبل ما ياكل التمره. ويقدر يكون هذا الشيء لاسباب صحيه، ممكن انه يكون مرض السكري، او اللي يقدر يكون هذا التردد جاي من الخوف. يعني يقدر يكون هذا التمر مسمم من الجهات اللي كتكون معاديه للصين، او اللي يقدر يكون بسبب انه ما مولفش كياكل التمر، حيت هذا النوع ديال التمر ما كاينش بزاف في الصين. وهنا فين غادي يكون التدخل ديال الامير مولاي الحسن. فمن بعد ما لاحظ التردد اللي كان عند الرئيس الصيني، فغادي يدير حتى هو مبادره وغادي ياخذ التمره وغادي ياكلها. وهذا الشيء غادي يخلي الرئيس الصيني حتى هو يتشجع وياكل التمره ديالو. وهذا الشيء كيدل على الثقه في الامير وعلى نوع من انواع الثقه المتبادله بين البلدين. ومن بعد الاستراحه القصيره اللي كانت بالقاعه الشرفيه في المطار، فغادي يجلس الامير مولاي الحسن وجها لوجه مع شخصيه تصنف من اقوى 3 شخصيات في العالم، بين بوتين رئيس روسيا والرئيس الامريكي، زائد ان الجلوس ديالهم في نفس المكان والمسافه القصيره اللي كانت بيناتهم، وهذه بحد ذاتها دليل على التقرب ما بيناتهم. فاذا رجعنا غير شويه اللور وتفكرنا الاستقبال ديال الرئيس بوتين للرئيس الفرنسي اللي كان جلسوا في اخر الطاوله، وداك الشيء كيدل على تباعد وجهات النظر بين الدولتين. في كل استقبال فرح كتكون جميع التفاصيل مهمه بزاف، خصوصا ملي كيكونوا رؤساء كبار ووزنه في الدول العالم. وكذلك تواجد مترجم مع الرئيس الصيني اعتبروه بعض اعداء المملكه هو نقطه ضعف للامير مولاي الحسن، واتهموه بانه لا يتقن اللغه الاجنبيه. ولكن اللي شاف الفيديو ديال كيفاش كيتربى الامير مولاي الحسن فغادي يعرف بان الامير مولاي الحسن كيتم الاعداد ديالو منذ صغره على انه يهضر بطلاقه بعده لغات مختلفه، بحال اللغه الفرنسيه والاسبانيه والانجليزيه. ولكن الرئيس الصيني فهو متشبت بالهويه ديالو وباللغه ديالو، وكيشوف بان اللغه الصينيه فهي لا تقل اهميه على باقي اللغات، وهي واحده من اهم 5 لغات في العالم. فداك الشيء علاش التواجد ديال المترجم فهو ضروري لكل تحركات الرئيس الصيني خارج البلاد. وإلا لاحظتوا واحد الحاجه اللي كانت مهمه بزاف، ملي كان الرئيس الصيني والامير مولاي الحسن جالسين على نفس البلاصه، فهو قدر يفك شفرات لغات الجسد ديال الرئيس الصيني. فداك الشيء علاش شفنا ان الامير جلس بنفس الطريقه اللي كان جالس بها الرئيس الصيني، وهذا الشيء اللي خلاه انه يفتح رجليه بشكل معتدل. وهذه الحاجه كتعبر على الارتياح ديالو وهو جالس في ذاك البلاصه، زائد ان الاستعمال ديال اشاره اليد اثناء الشرح فهو دليل بحد ذاته على طلب الحوار وشرح وجهات النظر بشكل افضل. وهذا دليل اخر على الاهتمام ديال الرئيس الصيني بالنقاش مع الامير مولاي الحسن. وفي المقابل بدا الامير كيشرح الوجهات ديال النظر ديالو باستعمال لغه اليد، وهذا دليل كبير على الذكاء والانسجام ديال الامير. حيت بعض الرؤساء فاش كيكونوا جالسين في شي حوار فهما كيسدوا رجليهم نهائيا، وهذا دليل كبير على الانطواء والخوف وعدم الاحترام للطرف الاخر. وكذلك بعض الرؤساء فهما كيستعملوش نهائيا يديهم في الحديث، وهذه اشاره مبطنه لعدم الرغبه في الحوار. وكذلك حتى من الطريقه ديال الجلوس ديال الرئيس الصيني فهي تبدلات من بعد، فمن بعد ما كانت وضعيه الجلوس ديالو مقابله للكاميرا، فمن بعد غادي تبدل وغادي يبدل الوضعيه ديال الجلوس ديالو لجهه الامير مولاي الحسن. وهذه الحاجه فهي كتدل على جوج ديال الاشياء، يا اما انه بغى يستمع للمترجم او لا انه انسجم في الحوار ومستمتع به. ومن بعد مساله التشاور بين القائدين توجه الموكب الرسمي الصيني لمقر الاقامه ديال الرئيس الصيني بالعاصمه الاقتصاديه الرباط. وهذا الشيء خلى الرئيس الصيني انه يدير حمله سياحيه للمغرب بشكل مباشر. فاقامه رئيس دوله في المغرب بهذا الحجم واختيار المملكه المغربيه للراحه فهي بمثابه دعايه سياحيه جديده للمغرب كوجهه سياحيه للعالم. وكذلك في هذه الزياره فهي كتعكس بشكل كبير علاقه الصداقه والتعاون اللي كتجمع المملكه المغربيه والجمهوريه الصينيه الشعبيه. وحتى لهنا غادي نكونوا سالينا هذا الفيديو، فنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، فما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وكان معكم خوكم العتيقي، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.